البنوك في امريكا اخذت ضوء اخضر مهم جدا. دلوقتي مسموح ليها تدخل كوسيط في معاملات العملات الرقميه. هيئه الاو سي سي اعلنت ان البنوك تقدر تعمل صفقات اسمها ريسكلس برنسبل، يعني البنك يشتري الكريبتو من طرف ويبيعه في نفس اللحظه لطرف تاني من غير ما يحتفظ بالعمله عنده اصلا. القرار ده يعتبر تغيير كبير في سياسه امريكا الحاليه، وهدفه يقرب البنوك التقليديه من عالم الكريبتو. المؤيدين بيقولوا ان الخطوه دي ممكن تساعد تدخل العملات الرقميه في النظام المالي الرسمي وتديه شرعيه اكتر، وكمان تخلي التعامل مهم واسهل من خلال البنوك العاديه. بس مش كل الناس مبسوطه، في ناس شايفه ان الخطوه دي هتربط سوق الكريبتو اللي فيه تقلبات ومش منظم بشكل كامل بالبنوك التقليديه، وده ممكن يزود المخاطره على النظام المالي. ولو فعلا الموضوع ده اتطبق بالشكل ده، العملاء هيبقوا قادرين يشتروا او يبيعوا اصول رقميه من خلال البنك بتاعهم، والبنوك هتبقى بتلعب دور وسيط مش حافظ للاموال. اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعه عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.